مثالنا دلوقتي يا صديقي عن ذرة الكلور، وكلنا فاكرينها الكلور Cl كان موجود في الهالوجين على ما أعتقد، صح؟ لا ده هو أكيد. خلاص، ذرة الكلور العدد الذري 17، يبقى 17 بروتون و17 إلكترون. طب ما تيجي نوسع. طيب توزيعها ايه؟ نرفع بس نصغر شوية، بلاش نرفع. توزيعها ايه؟ ال 17 تتوزع 2 8 7، يبقى اخرها كام؟ 7. تتوقع هتفقد؟ ابدا، ده هتعافر لغايه ما تجيب الواحد. يبقى تكتسب ذره الكلور الكترونا في مستوى الطاقه الخارجي، هتكتسبه صح؟ تمام؟ وتتحول الى ايون كلورايد او كلوريد، يبقى هتحول من ذره لايون. بص لي يا صديقي، كم بروتون؟ 17. كم إلكترون؟ 17. يبقى البروتونات الموجبة 17 والإلكترونات السالبة 17. طيب هنا فقد ولا اكتسب؟ لا هنا اكتسب. هيكتسب فين؟ ده هيكتسب في السالب، صح؟ يبقى إشارة مين اللي هتزيد؟ إشارة السالبة، صح؟ طب لو اكتسب واحد يبقى هيتحول لأنيون أو أيون سالب واحد. طب لو اكتسب 2 هيتحول لأيون سالب 2. عكس مين يا صديقي؟ عكس الفلزات. يبقى يا صديقي داخل التفاعل الموجب قد السالب بنظره، هكتسب في السالب، يبقى عدد مين هيزيد؟ السالب، يبقى شرط هتبقى سالبة. بص يا صديقي، خلاص، تكتسب ذرة الكلور إلكترونا عشان آخرها 7 واحد، خلاص، وتحول إلى أيون كلور يحمل شحنة سالبة. يبقى احنا لو شفنا ده يبقى دي ذرة كلور معلوش أي إشارات. طب ده لا، ده أنيون كلور أو أيون كلور سالب. تمام؟ هنا كم مستوى؟ 3. هيتنوا ال3 مستويات. استنى يا مستر، يعني هنا المستويات مش هتقل ليه؟ ده أنا هكتسب عليها. اما في الفلزات مستوياتها بتقل. خلاص كده؟ ماشي. طيب البروتون 17 هيتن 17، اما الالكترون كان 17 فاكتسبت واحد بقى 18، يبقى عدد الالكترونات زاد بمقدار واحد، عدد المستويات زي ما هو. البروتونات ما بيحصلهاش حاجه، لا في فلزات ولا لا في فلزات، عشان اصلا البروتونات لا بتفقد ولا بتكتسب.